إلى ذلك أيها الأحباب، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لينا في تعامله، وعندنا هكذا في الأخبار كان يجلس بيننا كأحد يدخل رجل أعرابي كذا يقول من هو النبي أو من بينكم رسول الله صلى الله عليه وآله. شدة التواضع النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لينا، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الإنسان دائما بتشوف عند فتح هذا التعصب الناس تنفر منه. لازم نستفيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخلاقنا تعاملنا تكون بصورة لينة، ليس مع الكل. نعم عندنا في الروايات أنه هذا الإنسان تارك الصلاة لابد عليك إذا لقيته أن لا تلقاه بوجه شنو؟ بوجه حسن ابتسام وما شاكل ذلك، بوجه مكفهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع الحسن والحسين؟ كان يصعدهما على كتفه أو على كتفيه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. شلون نوع من التربية هذا؟ أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام جالس على المنبر يخطب بالناس، وعندما يدخل الحسن والحسين يقطع خطبته النبي وينزل من المنبر يقبلهما. هذا في اليوم واحد افترض عن النبي قال لماذا تفعل هكذا؟ هذا ما يليق بشأنك وانت تخطب بينا وتوعظنا وكذا. وأنا لي كذا من الأولاد ما يوم من الأيام قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت رجل مسح الله أو أخذ الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلبك، أنت رجل ما عندك رحمة. احنا جد نستفيد من النبي صلى الله عليه وآله. فإخواني على سبيل المثال أمثلة كثيرة في هذا المجال.